السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطيرة البيتزا. هنعملها بطريقة سهلة جدا وكمان طريقة مختلفة خالص. إن شاء الله لو انتوا جربتوها بطريقتي بإذن الله هتعجبكم وهتبقى دي طريقتكم على طول. وكمان هنعمل مع بعض الكاتشب الجميل بتاعنا اللي كلنا بنحبه. مش هنشتري حاجة خالص من بره. ده مبدأ قناتنا من الأول خالص، واحنا قايلين ان كل حاجة بإذن الله هنعملها على ايدينا في البيت علشان نضمن جودتها وكمان نظافتها وكمان تبقى متوفرة عندنا في أي وقت. بس قبل ما نشاهد الفيديو بستأذن حضراتكم اللي لسه منورنيش باشتراكه يتفضل ينورني ويفعل الجرس علشان خاطر يوصلوا مننا كل جديد بإذن الله. وكمان ما ينساش اللايك. يلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا ايه. مقاديرنا بسيطة جدا. هنقول الأول مقادير فطيرة البيتزا. أول حاجة هيبقى معانا حوالي كوبايتين من الدقيق أو نص كيلو من الدقيق، معانا كوباية لبن، معانا ربع كوباية من الزيت، معانا معلقتين كبار من البيكنج باودر، معانا 3 بيضات، معانا رشة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الملح أو معلقة صغيرة من الملح. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب الخلاط وهبدا دلوقتي اشتغل فيه. كل المقادير اللي معايا مقادير العجينه هبدا دلوقتي ان انا احطها. اول حاجه معانا كوبايه من اللبن. طبعا هحطها كده في الخلاط، دي اول حاجه هبدا احطها. وبعد كده هبدا احط كمان عليه على اللبن الثلاث بيضات. احط عليهم الثلاث بيضات، هحط طبعا على كوبايه اللبن الثلاث بيضات زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هبدا احط بقيه المقادير كلها اللي معايا، اللي هي ايه بقى؟ الربع كوبايه الزيت. بصوا كل يعني المكونات اللي انا قلتها دي كلها بتحطها على بعضها في الخلاط وكل ده يتضرب مع بعضه. بعد كده ببدا احط بقى الدقيق، بيبقى الدقيق اخر حاجه. بحط الاول المقادير السايله وبعد كده المقادير الجافه اللي هو بقى الدقيق والبيكنج باودر والملح والفلفل الاسود. الحاجات دي كلها بحطها على بعضها. طبعا هنا معانا معلقتين كبار من البيكنج باودر وكمان رشة الملح او رشة الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح. كل الحاجات دي هضربها دلوقتي في الخلاط، ما تقلقيش خالص. ولو حسيتي ان الخليط تقيل معاكي زودي شوية لبن صغيرين بحيث ان الخليط يقدر يلف في الخلاط وكمان يبقى يابس كده، ولا هو يبقى عجينة متماسكة ولا هو يبقى عجينة سايلة خالص. هتبقى يعني وسط. دلوقتي هنشوف القوام بتاعها بإذن الله. ما شاء الله هو ده بقى القوام اللي انا بقول عليه ان هو يكون متوسط كده، ما شاء الله زي قوام الكيكه بالظبط او البان كيك. هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. انا طبعا جبت صينيه ودهنتها من الارضيه زيت ومن الجنوب زيت وبدات احطت فيها العجينه بتاعتنا. وبعد كده بقى نشوف احنا هنعمل ايه. تعالوا بقى نشوف الحشوات بتاعتنا او الحشو بتاعنا اللي احنا هنضيفه لفطيره البيتزا، طبعا اللي هيديها الطعم الجميل بتاعه. احنا معانا هنا عبارة عن طماطم متقطعة مكعبات، ومعانا فلفل الوان بكل الالوان بتاعه، فلفل الاصفر والاحمر والاخضر زي ما تحبي. ومعانا بصل حوالي بصلتين كده مبشورين، ومعانا زيتون ومعانا لانشون. وطبعا الحشوات ديت طبعا رغبتك انتي وزي ما انتي تحبي. اول حاجه علشان ابدا اجهز الحشوات بتاعتي، اول حاجه عملتها جبت طاسه كده وحطيت فيها يعني مقدار معلقتين من الزيت كده. وبدات دلوقتي اكرمل البصل علشان انا مش هحطه على الفطيره بتاعتنا وهي يعني وهو ني كده. هكرمله كده بيديله طعم جميل جدا وما شاء الله بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا ايدك فيه لحد ما يبدا يديك اللون اللي احنا هنشوفه في الاخر ده. وبعد كده هنبدا نفرده على الفطيره. خلاص كده تقريبا هو كده خلاص. هبدأ بقى دلوقتي اشيله من على النار واسيبه يبرد شوية. تعالوا بقى نشوف الفطيرة فطيرة البيتزا بتاعتنا هنعمل ايه. دلوقتي البصل برد شوية، بدأت ان انا افرده على العجين بالشكل ده كده. ما شاء الله هو هنا هيديكي طعم حلو قوي، يعني احسن ما تحطيه ني. وكمان بيديكي الطعم المسكر بتاع البصل كده. ما شاء الله طريقة
الفطيرة دي جميلة جدا، جربوها بإذن الله هتعجبكم، وإن شاء الله تجربوها، ولو عجبتكم تردوا عليا بقى وتقولي رأيكم فيها ايه. طبعا ده الحشو بتاعنا اللي هو بقى ايه، اللي طبعا الفلفل الألوان، الأخضر والأحمر والأصفر، أي حاجة بقى انت حابة تحطيها. الحشوات ديت ترجع لك انت، اي حاجه ممكن تحطي لحوم، ممكن تحطي اي حاجه، بس انا بفضلها بالطريقه دي احسن كمان، تغيير، وفي نفس الوقت كمان بتبقى خفيفه. هفرد كل الحشو كده على الفطيره من فوق. طبعا هحط كمان بقيه الحشو اللي هو الزيتون الاخضر، ولو في زيتون اسود ممكن تحطيه عادي خالص. انا قلت ان الحشو ده يرجع لك انتي. وهحط كمان اللانشون. كل الحاجات ديت طبعا بحطها على وش الفطيرة كده. كل ده بيختلط في بعضه بقى كده، يعني كل الطعم يعني بيبقى بيبان كله بقى لما تبدأ تستوي في الفرن. وكمان هبدأ احط كمان مكعبات الطماطم اللي انا مقطعاها. كل الحاجات ديت بحطها على وش الفطيرة كده، وبعد كده ببدأ، طبعا الفرن سخنة معايا، مسخناه على درجة حرارة حوالي 200. طبعا انا هحط الفطيره ديت في الرف اللي في النص علشان تستوي معايا، وكمان ما تتلدعش مني او تشيط من تحت. اهي هنا انا بفرد مكعبات الطماطم، بتدي لها طعم حلو قوي بردك. وزي ما انا قلت ان الحشو ده يرجع لك انتي. دي بقى شكل الفطيره بتاعتنا بعد ما فردت الحشو كله على العجين بالشكل ده كده. ما شاء الله بقت جميله جدا وشكلها تحفه. طبعا دلوقتي هبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 زي ما احنا قلنا. وكمان هحط الصينية على الرف الوسطاني في الفرن علشان تستوي معايا وما تتحرقش مني. طبعا الجبنة الموتزاريلا مش هحطها دلوقتي، اول ما الفطيرة تستوي معايا هحط الجبنة الموتزاريلا وبعدين هدخلها تاني الفرن. يلا بقى ندخلها الفرن عشان نشوف الجمال ده هيطلع شكله ايه. يا رب كده تكون طريقتي عجبتكم. ما شاء الله هنا الفطيرة بدأت تستوي معايا، هي طلعتها طبعا من الفرن عشان احط عليها الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هبدأ ادخلها تاني الفرن لحد ما الجبنة تسيح معايا، وبعدين هطلعها من الفرن. ما شاء الله طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، وكمان الطعم حكاية. ما شاء الله الصينية بتاعتنا خرجت من الفرن اهيت جميلة جدا ما شاء الله. هبدأ دلوقتي اقطعها معاكم اهيت وهي لسه سخنة. الله عليها وعلى جمالها، بجد ريحتها حلوة قوي، وان شاء الله طعمها لذيذ. جربوها بطريقتي بإذن الله وهي هتعجبكم إن شاء الله، وهتعجب أولادكم كمان. ما شاء الله الفطيرة بتاعتنا جميلة قوي، فطيرة البيتزا. الله عليها وعلى جمالها، بجد تحفة. جربوها بطريقتي بإذن الله تعجبكم. وتعالوا كمان نشوف السوي بتاعها من تحت شكله ايه. جميلة جدا، ما خدتش مننا وقت خالص. الله ما شاء الله مستوية جميلة قوي اهيت من تحت، وما اتحرقتش مني، وكمان استوت كويس. علشان كده قلت لكم لازم تحطوا الصينية على الرف الوسطاني في الفرن. ولو في مروحة في الفرن شغلوا المروحة بتاعتكم بتاعت الفرن علشان تديكم النتيجة الجميلة دي. ما شاء الله يعني فطيرة البيتزا دي سهلة جدا. ممكن تقدميها ممكن تقدميها في الفطار الصبح مع كوباية شاي كده. وممكن كمان تتقدم كوجبة في العشاء. خفيفة جدا، مكوناتها موجودة عندك في البيت، ممكن في أي وقت ان انت تقدري تعمليها. يعني مش مكلفة خالص. يا رب كده النهاردة تكون يعني فطيرة البيتزا عجبتكم، وطريقتي فيها تكون سهلة. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا وتقولوا رأيكم ايه. ما شاء الله دي الكمية بتاعتنا اللي طلعت من النص كيلو دقيق، او الكوبايتين الكبار من الدقيق. ما شاء الله بتفرط معاكي يعني. يلا بقى تعالوا علشان نعمل الكاتشب الجميل بتاعنا اللي احنا قلنا مش هنشتريه من بره، وهنعمله على ايدينا في البيت. مكوناته سهلة جدا ومقاديره بسيطة. معانا حوالي كوبايتين كبار من صلصة الطماطم اللي احنا عملناها على ايدينا في البيت. ما ينفعش نشتريها من بره، قلنا لازم كل حاجة نبقى احنا عاملينها على ايدينا. ومعانا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الخل، معانا كمان فلفل اسود، ومعانا ملح، ومعانا معلقتين كبار من النشا.
اول حاجه بجيب حله كده واحط فيها كوبايتين صلصه الطماطم. طبعا الطماطم احنا في على القناه فيديو بيعرفك ازاي تعملي صلصه الطماطم على ايديكي في البيت. دي اعمليها بنفس الطريقه كده. طبعا حطيت نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الخل، معلقه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود. وكل الحاجات ديت بقلبها كويس مع بعض كده بالشكل ده لحد ما كله يدوب في بعضه. يبقى احنا قلنا كوبايتين طماطم، عليهم نص كوباية من الخل، عليهم نص كوباية من السكر، عليهم كمان معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. ويلا بقى نشوف الباقي هنعمل ايه. طبعا انا هنا حطيت الطماطم علشان تتسبك شوية على النار. ودلوقتي هجهز بقى النشا. معانا معلقتين من النشا، هحط عليهم حوالي يعني نقول كده شويه ميه صغيرين كده، يعني قدريهم انتي، بحيث ان النشا بس تفك معاكي كده وتقلبيها كويس مع يعني لما تفك خالص يكون طبعا الطماطم اتسبكت كويس بالسكر بالخل بالملح اللي احنا حطيناهم عليه وسيبناها تتسبك شويه على النار. وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه. ما شاء الله الطماطم هنا اتسبكت اهوت بالسكر. يعني طبعا حطينا عليها السكر وحطينا عليها الخل وحطينا عليها الفلفل الاسود والملح. المهم ان انت تقلبيها على طول علشان ما تشطش منك. طبعا هي اتسبكت اهيت ما شاء الله. هبدأ دلوقتي اجيب معلقتين النشا اللي انا دوبتهم في شوية مية، وهنزل على صلصة الطماطم بالشكل ده كده، وهقلب على طول عشان ما تكلكعش منك ما شاء الله لحد ما تديك القوام اللي يعني قوام الكاتشب المظبوط اللي احنا عارفينه طبعا. ما شاء الله هنا القوام مظبوط خالص اهو، واللون جميل جدا. انا ما ضفتش اي اضافات خالص على الطماطم، هي حمرة كده ما شاء الله لوحدها. يعني بطريقة التسبيك اللي انا بسبكها بتاعتها ما شاء الله بتديني اللون الجميل بتاع الطماطم قوي دي. ما شاء الله خلاص الكاتشب جاهز معايا هون، وبقى يعني خلاص استوى اهوت، بس هو لسه يعني سخن. وهبدأ دلوقتي ان انا احطه في الاطباق كده او هعينه في العلب بتاعته. ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، الله عليه وعلى جماله بجد والله جميل جدا واحلى من الجاهز 1000 مرة. طبعا انا هسيبه بقى يبرد. كفايه نظافته، كفايه ان انت عاملاه على ايديكي في البيت. يعني حاجه بجد والله جميله قوي لما تعملي الحاجات ديت على ايديكي. بجد بتفرق كتير قوي. ما شاء الله كده احنا خلاص عملنا فطيرة البيتزا وكمان عملنا الكاتشب الجميل. يا رب النهاردة تكون طريقتنا عجبتكم وكمان تكون سهلة. ولو عجبتكم طريقتنا ردوا بقى علينا في الكومنتات بتاعتكم الجميلة، وما تنسوش الاشتراك في القناة وكمان تفعيل الجرس، واوعوا تنسوا اللايك علشان تشجعونا ان احنا ننزل فيديوهات كتيرة، وكمان يعني تفرحونا كده بتعليقاتكم الجميلة. واتركوا في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.